السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت من ألذ البسكوتات اللي انا جربتها، بجد سهلة وبسيطة واقتصادية جدا، وكمان بتعمل معانا كمية حلوة قوي. بجد يقدر اي حد يعملها وان شاء الله هتنجح معاه من اول مرة. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت اللانكشاير بالسمنة، بطعم وريحة بجد ممتازة جدا ونتيجة ناجحة ومضمونة. بجد حاجة من احلى الحلويات اللي تقدروا تعملوها وتقدموها بجد لضيوفكم. لو حد جالكم فجأة تقدروا تعملوه بسهولة، مش بياخد وقت ولا مجهود خالص. وتقدري كمان لو رايحة زيارة لحد تقدري بدل ما تشتري حاجة من بره تقدري تعملي كده حلو سهل وسريع واقتصادي وبسيط، ومش هياخد منك لا وقت ولا مجهود، وممتع جدا في تزيينه، وشكله بقى زي ما انتم شايفين بجد حاجة قمر قوي. اتمنى تجربوا الوصفة، تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه. يلا بينا نبدأ ونشوف بسكوت اللانكشاير هنعمله بطريقة سهلة واقتصادية ازاي ومقاديره ايه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل، واللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. يلا بينا نبدأ. هنجيب بولة او اي وعاء بتعجني فيه، وهنحط فيه 50 جرام من السكر البودرة، وهحط كمان 100 جرام من السمنة. يفضل السمنة تكون نوعها كويس، والسمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ. هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. هنبتدي دلوقتي نضرب بالمضرب اللي هو السلك العادي خالص، ولو عندك عجان او يدوي مفيش مشكلة طبعا تقدري تستعمليه وهيسهل عليكي كتير. بس وصفة النهاردة زي ما قلت لكم اقتصادية وسهلة ويقدر اي حد يعملها. على فكرة تقدري تعمليها بشوكة، تقدري تعجني بايدك، يعني حاجة في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. هنضرب كويس قوي لحد لما السمنة والسكر يهيشوا كده ويبتدي يتضاعف حجمهم ولونهم يفتح. هننزل دلوقتي ببضاية واحدة بدرجة حرارة الغرفة، ونفضل نضرب كويس قوي بالمضرب. وفي الخطوة دي هبتدي انزل بكيسين من الفانيليا البودرة. لو عندك فانيليا سايلة هتحطي نص معلقة صغيرة منها. وبعدين بعد ما نحط الفانيليا هنقلب برضو كويس قوي بالمضرب. هتلاقي الخليط معاكي، هتلاحظي ان هو بيبقى هش معاكي اكتر ويتضاعف حجمه وبيفتح لونه. تمام. خطوة الضرب دي مهمة جدا. بعد ما ضربنا خلاص كويس قوي ده كده بيكون شكله. هنبتدي بقى نخليه الخليط السائل ده على جنب، ونبتدي نجهز دلوقتي المقادير الجافة. هجيب طبق وابتدي انخل فيه كوباية من الدقيق. انا في المقدار ده هحتاج كوباية ونص من الدقيق، بس انا هحط الاول كوباية واحدة، وهحط كمان نص معلقة من البيكنج باودر. ما تكتروش يا جماعة البيكنج باودر في المقادير علشان ما يفرش منك كده في الفرن ويشقق. التزموا بالمقادير عشان يطلع معاكم اللانكشاير مظبوط وناجح ان شاء الله. حطيت كمان ذرة من الملح، وحطيت كمان دلوقتي نص كوباية من النشا، ما يعادل 50 جرام من النشا. هقلب كده الدقيق والنشا والبيكنج باودر وذرة الملح اللي احنا هنحطها دلوقتي. هنقلب بقى كويس قوي كده المقادير دي مع بعض. ما تنسوش ان انا قلت فيه نص كوباية من الدقيق كمان، بس هحطها في الاخر معلقة معلقة، علشان طبعا امتصاص الدقيق للسوائل بيختلف من دقيق لاخر. في دقيق بيطرد السوائل ودقيق بيشرب السوائل. تمام. هقلب بقى دلوقتي كده. طبعا انا مش محتاجه المضرب دلوقتي، انا مجرد بس مزجت المكونات مع بعض. بعد ما حطيت المقادير الجافه على السائله هبتدي دلوقتي اعجن بايديا. طبعا لقيت دلوقتي القوام سايل معايا، يعني مش متماسك وبيعجن وبيلزق. هبتدي بقى دلوقتي احط معلقه معلقه من الدقيق، ومش هحطه مره واحده، لا انا هنخله كمان. مرحلة النخل الدقيق في البسكوتات والكيكات بتدي هشاشة وطراوة حلوة قوي للكيك، وللبسكوتات بتديها هشاشة حلوة قوي
وبيبقى مفرغ كده من جوه وجميل. هنزل بقى بشوية بشوية من نص الكوباية اللي احنا شلناها على جنب. انا احتاجت نص كوباية الا معلقة، انتي ممكن تحتاجي نص كوباية كلها على حسب نوع الدقيق اللي بتستعمليه. فلازم ولابد ان نص كوباية الدقيق الزيادة دي اللي احنا هنحطها في الاخر لازم تحطيها شوية بشوية، علشان زي ما قلتلكم بيختلف من نوع دقيق لنوع دقيق اخر. تمام. في الخطوة دي وانا بعجن طبعا لازم اكون قبل ما اشتغل في البسكوت لانكشاير لازم ان انا اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 واحط الشبكة في الرف الاوسط. بسكوت اللانكشاير ما بحتاجش خالص اشغله الشواية، مجرد بس بنشغل الفرن كده من تحت ياخد لون ذهبي، وبعدين بطفي عليه وبطلعه على طول. ما ينفعش نشغل عليه الشواية، لان من البسكوتات اللي ما ينفعش خالص نشغل عليها الشواية، علشان يعني ده التكنيك بتاعه وهو ده نظامه. تمام، والطريقة الاصلية ليه. خلاص بعد ما عجنت كده بسكوت اللانكشاير والعجينة بقت بالشكل ده، نعرف ازاي ان هي مظبوطة. تاخدي شوية كده بين ايديكي وتكوريها، وبعدين تديها كده ضغطة بسيطة من المنتصف. اهم حاجة ما تشققش معاكي، لو شققت يبقى العجينة بتاعتك ما اتظبطتش. ده كده نجاح عجينة اللانكشاير، ان هي ما تشققش معاكي خالص. هنجيب صاجة مش مدهونة اي حاجة خالص، وهبتدي اخد كور بسيطة ما يعادل 5 جرام. حجم بسكوت اللانكشاير بيكون صغير، علشان احنا بنلزق كده 2 مع بعض بالمربى او بالشوكولاتة السايلة، فعشان ما يبقاش حجمه كبير قوي، هو حلاوته في ان هو يكون حجمه صغير. بندخله بقى زي ما قلتلكوا الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180، بياخد 20 دقيقة. تتابعيه طبعا بعد 10 دقايق لحد لما ياخد لون ذهبي من تحت، بتطلعيه وتسيبيه يبرد تماما. وبعد كده ده كده بيكون شكله بعد التسوية. ده كده التسوية المظبوطة بتاعته، بيكون لون ذهبي كده من تحت، وبياخد كده شكل القاعدة، وبياخد شكل بومبي كده من فوق. هو ده شكل بسكوت اللانكشاير. تمام جدا. هنبتدي بقى دلوقتي نحشي بقى بسكوت اللانكشاير. انا هنا عندي شوكولاتة اللي هي شوكولاتة سما، شوكولاتة المطبخ العادية خالص. بحطها كده في بولة وبحطها في حمام بخار لحد لما تسيح تماما، وهبتدي احشي بيها بسكوت اللانكشاير. باخد واحدة وبعدين ابتدي بمعلقة كده ابتدي ادهن قاعدة بسكوت اللانكشاير، وبعدين باخد واحدة تاني وابتدي الزق كده الاتنين في بعض. هتطلع شوكولاتة من الجناب، انا عن نفسي هسيبها لحد لما بتتماسك، بتبقى حلوة قوي بدون اي تزيين تاني. يعني انا هكتفي بان انا احشيها شوكولاتة بس. طبعا انتي تقدري في الخطوة دي بعد لما تضغطي كده الاتنين مع بعض والشوكولاتة في المنتصف، هيطلع كده شوكولاتات زايدة من الجنب زي ما انتم شايفين. تقدروا تحطوها بقى في فرماسيل، او تحطوها في سوداني، او اي مكسرات مجروشة، او تقدري تحطي كمان جوز هند فيها. لكن انا هكتفي بالتزيين ده، تزيين بسيط وسهل ويقدر اي حد يعمله. حابة اقول لكم كمان ملحوظة على فكرة، طعم بسكوت اللانكشاير من غير ما تحشيه بجد هايل وفي منتهى الجمال. يعني مش لازم ابدا تحشوه حاجة، تقدروا تقدموه كده من غير اي حشوات. بجد في منتهى الجمال، بيتاكل في قطمة واحدة، بيدوب في البق تماما. في قرمشة سنة كده جميلة جدا، عشان طبعا النشا اللي احنا حطيناها بتدي قرمشة حلوة قوي وهشاشة للبسكوت. وده اللي بيميز بسكوت اللانكشاير، اللي هو بيسموه كمان بسكوت النشا. بجد من احلى واطعم البسكوتات اللي انا جربتها وعملتها وصفة في القناة. قلت لازم اشارككم التجربة الناجحة دي، واتمنى كلكم تجربوها. ده كده بيكون شكله النهائي. بجد طعمه حلو، سكره مظبوط جدا، يعني مش هتقدري ان انتي توقفي في الاكل عنه خالص. هتاكلي واحدة هتحبي تاكلي واحدة تاني، تفضلي تاكلي لحد لما الكمية تخلص.
بجد الكمية دي انا زعلانة جدا ان ما عملتش كمية تاني، بس اكيد هعمل. اتمنى لو عجبكم فيديو النهاردة واستفدتوا منه اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل، علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. وشير كتير للوصفة عشان كل يستفيد منها، لان هي وصفة بجد تستحق التجربة. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة مع وصفة وفكرة مع اميرة. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.